السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي نفوس هادئة. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن إزاي نبدأ يومنا صح. هل عمرك سألت نفسك ليه في أيام بنصحى فيها عندنا نشاط ومبسوطين، وفي أيام تانية بنصحى عندنا كسل ومتوترين من غير سبب واضح؟ الحقيقة إن بداية يومك هي اللي بتحدد شكله. لو بدأت يومك صح هتكمله صح، ولو بدأت اليوم غلط هتفضل تحاول تلحقه لحد ما يخلص، وللأسف مش هتستفيد من يومك. في الفيديو ده هنتكلم بالتفصيل عن ازاي تبدأ يومك خطوة بخطوة صح. أول حاجة، لحظة الاستيقاظ. أول دقيقة بعد ما تصحى هي أخطر دقيقة في اليوم، لأن أحيانا إحنا بنتصرف في الدقيقة دي تصرفات بتغير مودنا وبتوتر اليوم كله. من التصرفات ديت إنك تمسك الموبايل أول ما تصحى، تفتح السوشيال ميديا، تدخل في دوامة أخبار ورسائل، منها السيء ومنها المفرح. لكن أفضل حاجة تعملها، هتاخد نفس عميق، تقول الحمد لله، تذكر الله، افتكر إن لسه عندك فرصة جديدة، وابدأ يومك بالامتنان مش بالضغط. بعد كده ابعد تماما عن زر الغفوة في المنبه لما تكون ظابطه انه يصحيك، لان كل مرة بتضغطه جسمك بيتلخبط، مخك بيدخل في كسل، مزاجك بيسوء. لكن لو عايز تبدأ يومك صح، اصحى من اول رنة، قوم فورا من السرير وافتح شباك غرفتك واستنشق الهواء الجديد وضوء الشمس. بعد كده اشرب مية أول ما تصحى من النوم، لأن جسمك بيكون نايم ساعات طويلة وبيكون محتاج مية. كوباية مية الصبح هتنبه جسمك، هتشغل مخك وتحسن المزاج، وهتساعدك إنك تفوق أسرع. هي عادة بسيطة بس تأثيرها بيكون كبير. بعد كده خد دقايق هدوء مع نفسك قبل ما تبدأ تنشغل بمشاغلك. اقعد دقيقتين في هدوء، الدقيقتين دولت هترتب فيهم أفكارك، هتفتكر أهدافك اللي انت كان نفسك تحققها. اسأل نفسك اليوم ده أنا عايز شكله يكون إيه، لأن الهدوء في أول اليوم بيحميك من التوتر. بعد كده هتحدد مهامك لليوم ده، اكتب 3 مهام فقط، حاجة واحدة لازم تخلصها اليوم، أو حاجة هتقربك من حلمك. لما يبقى عندك هدف اليوم بيبقى له معنى. بعد كده لو قدرت تمارس رياضة بسيطة يكون أفضل، حتى لو رياضة المشي، لأن الحركة هتصحي جسمك وتزوده بالطاقة وتخلي مخك يشتغل أحسن. حاجة كمان، بلاش تبدأ يومك على معدة فاضية أو أكل تقيل. اختار فطار خفيف وصحي، حاجة خفيفة يكون فيها طاقة وسهلة الهضم، لأن الفطار هيساعدك تركز أكتر ويمنع الكسل. بعد كده غير كلامك السلبي مع نفسك، غيره لإيجابي. فبدل ما تقول اليوم ده شكله هيبقى صعب أو أنا صاحي تعبان، لأ، قول أنا قد اليوم، هعمل اللي عليا خطوة بخطوة. الكلام الإيجابي مش وهم، لكنه هيديك قوة وهتشعر بالفرق. بعد كده لازم تلتزم، مش لازم تبدأ يومك كله كامل. في أيام هتكسل أو هتغلط أو هتأثر، بس المهم ترجع تاني تحاول وتكمل. النجاح مش في يوم، النجاح في الاستمرار. الخلاصة إن بداية يومك مش محتاجة معجزة ولا عادات معقدة، كل اللي محتاجاه وعي، ترتيب، نية صادقة. ابدأ صح وهتشوف الفرق في مزاجك وفي إنجازك وفي حياتك كلها. ولو حابب تبدأ يومك صح، ابدأ من النهاردة أو من بكرة. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.